السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. تعالوا مع بعض نطير ونشوف أهم الأخبار الرياضية اللي تمت الفترة الأخيرة. أول أخبارنا وهو لنادي الزمالك مدرب جديد رسميا تم التعاقد معاه من يوم الخميس، والراجل وصل يوم الخميس، وكده يبقى الزمالك جاب مدرب جديد جوزيه بيسيرو من البرتغال، وتم التعاقد معاه لمدة موسم ونص. تم اختيار المدرب وتم دعم والموافقة على المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو من جهة اللجنة الفنية بالزمالك، وكانت حازم إمام وأحمد حسام ميدو والجنايني، وبيقولوا إن الراجل ده مميز جدا في التدريب، ومن الفرق اللي دربها فريق بورتو البرتغالي وسبورتنج لشبونه. اما بالنسبه لمدرب الزمالك السابق جروس، تم اتخاذ القرار من مجلس الاداره بانهاء التعاقد معاه من 10 ايام، ويقال ان احمد حسام ميدو هو اللي خلص صفقه المدرب الجديد جوزيه بيسيرو. تعالوا مع بعض نشوف اخبار نجم نادي الزمالك احمد سيد زيزو. اخيرا زيزو قال كلمته. زيزو قرر الانتقال لنادي الوكرة القطري، ويقال ان دي سلم او صفقه انتقاليه، لان الفتره اللي بعد كده هتبقى للنادي الاهلي، وبكده من بدايه الموسم هيبقى زيزو في الوكرة القطري. اما بالنسبه للقلعه الحمراء ونادي القرن، نادي اسطوره الزمان وهو النادي الاهلي، نجم فريق النادي الاهلي المدافع ياسر ابراهيم مع الاسف هيغيب في لقاء الاسماعيلي والقمه، ده لانه لسه ما وصلش لدرجه التعافي من الاصابه اللي تمت في ماتش بيراميدز. بالتوفيق للاعب ان شاء الله ويرجع في اقرب وقت. النجم الكبير الموهبه، اللاعب الشاب الخلوق الحريف، اللاعب اللي واحد من افضل اللعيبه اللي ظهرت في اخر 20 سنه، وهو النجم حمدي فتحي. حمدي فتحي هيكون احد الركائز الاساسيه في كاس العالم للانديه، وان شاء الله هيكون مع الاهلي وهيكون مؤثر جدا، لان حمدي فتحي مثال للاعب الملتزم، اللاعب اللي عايش حياته بالتزام صارم جدا للكوره، عشان كده في تطوير كبير جدا في مستواه. بالتوفيق للنادي الاهلي والنجم الكبير الخلوق الرائع حمدي فتحي. نجم الاهلي عمرو السولية، وصاحب الاخلاق العاليه وعقل الفريق. الاهلي قرر تكريما لمشوار عمرو السولية، هيجدد له سنه كمان، لكن جاري حاليا بين مجلس اداره الاهلي واللاعب التنسيق بين المرتب، لان اللاعب بيطلب مرتب من الفئه الاولى، والاهلي شايف ان هو ما بيشاركش كتير، وجاري التنسيق بينهم. النجم الكبير الحريف عاشق النادي الاهلي وهو النجم علي معلول، متالق جدا في التدريبات، والسبب الحقيقي لعدم مشاركته وهو مدرب النادي الاهلي كولر، لانه كولر شايف ان منطقيا ما يلعبوش مره واحده، لانه غايب عن الفريق من شهر 5 2024. بس الفكره التالق هيجي ازاي، وحساسيه اللقاء وارتفاع مستواه هيزيد ازاي وانت ما بتلعبوش، بدليل اللي هو ما بدا يلاعب لعيبه زي كريم الدبيس، وبعض اللعيبه بدات تتالق في الاهلي وهو كان راكنها. المفروض كولر يفهم كده، مهما كان عندك اللعيب حريف وما بيتلعبوش، ما هو هيصدي كده جنبك. نجم منتخب المغرب ونجم فريق الاهلي الحالي، النجم الجميل الحريف اللي انا بحبه وهو يحيى عطية الله، وكل لعيبه المغرب كلهم اخواتنا وحبايبنا، ولعيبه لهم تاريخ كبير وباع كبير جدا في الكوره. يحيى عطية الله بيأكد ان المنافسه الجميله والشريفه بتصب في النهايه لصالح النادي الاهلي، وبيتمنى ان هو يحقق كل البطولات مع النادي الاهلي ويفرح جمهوره. يحيى عطية الله بيقول ان انا مش حاسس بغربه نهائي، لان مصر هي بلدي التانية، وبيتكلم على صفقه بن شرقي، وبيقول ان هو لعب جنب اللاعب في منتخب المغرب، وبن شرقي يمتلك مواهب وامكانيات عاليه جدا، ونتمنى في الاخر اللي كلنا نصب لصالح النادي الاهلي ونحقق كل البطولات ونفرح كل جماهير النادي الاهلي. كده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.